أهلا بكم من جديد. عنوان الفيديو بتاعنا النهاردة: أحمد رمزي يساعد صالح سليم في السينما. هنقول في البداية قدم المايسترو صالح سليم 3 أعمال ناجحة جدا جدا جدا. سبب بقى دخوله السريع للسينما هي صداقته الكبيرة بأحمد رمزي وعمر الشريف. قال أحمد رمزي إن إحنا كنا صحاب من وإحنا عيال صغيرين، كنا في مدرسة ابتدائية مع بعض وبنلعب كرة مع بعض، ووالدي كان صديق والده، وطبعا اشتغلت في السينما وبدأت اتشهر. ولما جت بقى فرصة لدخول صالح سليم السينما، المخرج عاطف سالم قال لي خليك جنبه عشان يبقى مرتاح نفسيا ومطمن بوجودك جنبه. طبعا وقتها كان هو لاعب كرة مشهور يمكن اكتر مني يعني. المهم ان انا كنت بشجعه وبحبه، وكنت عايز بصراحة ان هو يبقى ممثل. كنت بحاول ابسط له الامور، وهو كان بيحب التمثيل، يعني هو نفسه كان حابب التمثيل وحابب ينجح فيه. وبعد فيلم بقى السبع بنات تتعرض لنقد شرس جدا حتى من النقاد الرياضيين نفسهم. وقال بقى احمد رمزي ايه المشكله بتاعت صالح سليم اللي خلته ما يستمرش في الفن. قال ان هي مشكلته كان انه دغري جدا ومش بيعرف يهزر. هو طبعه كده، وشخصيته بصراحه كانت بتعجبني. لكن طبعا مجال السينما مبني على المجاملات، وكل مجاملات تقريبا يعني، ودي مش هتمشي مع شخصيه صالح سليم، وده اللي خلاه ما يستمرش في السينما. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده، وتحياتي ليكم.